اهلا وسهلا بحضراتكم ويوم جديد في رياضه اونلاين. النهارده طبعا يوم غير عادي وكل سنه وحضراتكم طيبين. الدوري المصري اخيرا بيعود للظهور الى النور، والنهارده ان شاء الله النسخه الجديده موسم 2013 2014 بتنطلق وسط امنيات كل الوسط الكروي بعوده حميده وطيبه ان شاء الله للدوري المصري. النهارده هيكون عندنا مباراه وحيده ان شاء الله هتكون بين بتروجيت وطلائع الجيش. بنتمنى طبعا التوفيق لكل القائمين على العمل في الدوري، سواء اتحاد الكوره او لجنه الانديه او الانديه نفسها. مستوى مش مهم ان احنا نستنى مستوى جيد، المهم عندنا في الوقت الحالي هو انطلاق المسابقه وانتظامها، ومن بعد كده نشوف المستوى والنتائج ونفكر فيهم بعدين. بكره طبعا يعتبر البدايه الفعليه والاثاره الجماهيريه لمباريات الدوري. في بكره 4 مباريات، طبعا اهمهم اولى المباريات هتكون بين الزمالك وفريق المصري البورسعيدي اللي بيعود للظهور هو كمان بعد غياب سنتين. المباراه هتكون على ملعب استاد عجرود بالسويس. طبعا دي مباراه الزمالك، ولكن طبعا تم اتخاذ قرار ان كل مباريات المصري سواء ذهابا او ايابا هتكون على ملعب استاد عجرود في السويس. في كمان 3 مباريات، عندنا انبي هيقابل المقاولين العرب ان شاء الله، عندنا المنيا الوافد الجديد بيقابل حرس الحدود، واخيرا القناه العائد هو الاخر الى الدوري الممتاز مع الاسماعيلي. خط القناه مع بعضين، ربنا ان شاء الله يوفق الجميع ونشوف مستوى جيد باذن الله تعالى في الاسابيع القادمه وانتظام المسابقه بشكل طبيعي. نادي الزمالك اختتم النهارده تدريباته الاخيره طبعا قبل مواجهه المصري غدا. الفريق اتمرن على ملعب استاد عجرود بالسويس، اتوجه صباح اليوم الى السويس الباسه. كانت المفروض النهارده الزمالك بيخوض مرانه الاخير على ملعب استاد الدفاع الجوي، وكان هيبيد فقط الليله النهارده ان شاء الله في السويس قبل مواجهه الغد. ولكن الجهاز الفني راى ان تغيير ملعب استاد الجيش الثالث الى ملعب استاد عجرود بيتطلب خوض مران وحيد على الاقل على الملعب علشان اللعيبه تتعود على ارض الملعب. عموما الزمالك يعني في اكثر من عنصر بيغيب عنه في ضربه البدايه. عندك عبد الواحد السيد طبعا العائد من اصابه وعمليه الغضروف في الركبه، حازم امام بيغيب، محمد ابراهيم بيغيب، طبعا الغائب على طول الخط شيكابالا مش متواجد مع الفريق، احمد حسن طبعا اعتزاله اللعب وتوجهه الى الجهاز الاداري في المنتخب الوطني. عموما يعني الغيابات بالجمله عند الزمالك، لكن طبعا الزمالك عنده لعيبه قادره على تعويض اي نقص واي فراغ في الصفوف، وان شاء الله نشوف مستوى جيد من الزمالك ومن المصري في ضربه البدايه. وزي ما في بالظبط غيابات بالجمله في صفوف نادي الزمالك، النادي الاهلي هو كمان بيتعرض لجمله من الاصابات والغيابات في مباراته في ضربه البدايه بالنسبه ليه امام الانتاج الحربي مع فرق المجموعه الاولى. هتكون اولى المباريات ديت يوم الخميس القادم ان شاء الله. الاهلي طبعا بيغيب عنه ظهيري الجنب سيد معوض وشريف عبد الفضيل، في طبعا في وسط الملعب بيغيب عنه حسام عاشور بشكل كبير جدا هيغيب عن المباراه، وعبد الله السعيد، وفي كلام حوالين وليد سليمان هو ايضا ممكن يغيب عن المباراه بسبب تاثره بالاصابه اللي لحقت بيه في مونديال المغرب. طبعا عندنا كمان اعتزال محمد ابو تريكه وخضوع احمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق بالامس الى عمليه جراحيه في الركبه، كان عنده قطع في الغضروف وطبعا خضع للعمليه، وان شاء الله هيعود بعد 3 اسابيع الى الفريق من جديد. يعني النهارده تدريب النادي الاهلي كان فيه غيابات بالجمله، ولكن محمد يوسف حاول قدر المستطاع ان هو يحفز باقي اللعيبه المتواجده، واختتم المران بتقسيمه قويه بين اللعيبه، اكد ليهم على اهميه ضربه البدايه امام فريق الانتاج الحربي، طلب منهم ان هم ينسوا تماما نتائج ومستوى الفريق اللي قدمه في المغرب خلال كاس العالم للانديه. قال لهم نركز على البطوله الجديده، عندنا هدف وحيد وهو الاحتفاظ بلقب الدوري، على اعتبار ان الاهلي هو حامل اخر لقب للمسابقه قبل توقفها في الموسمين الماضيين. البوركيني موسى يدان المحترف الجديد في صفوف النادي الاهلي بيصل القاهره اليوم وزار الفريق في التدريبات، لكن لم يشارك طبعا في مران الاهلي، وهيكون اول ظهور رسمي لايدان مع النادي الاهلي في تدريب الغد. اللاعب في اول تصريحاته الرسميه بيؤكد ان هو طبعا سعيد بانضمامه لاعظم نادي في افريقيا على حد تعبيره. طبعا قال ان انا هدفي مع الاهلي ان انا اواصل حصد البطولات والالقاب للقلعه الحمراء، وان هو يحصل على ثقه الجهاز الفني بقياده الكابتن محمد يوسف عشان يجد لنفسه مكان في التشكيل. وقال ان هو بيعلم تماما ان
ان انضمامه للاهلي ليس هو نهايه المطاف، وهيكون امامه منافسه قويه جدا مع باقي زملائه في الفريق علشان يحجز مكانه، لان الاهلي مش من الفرق اللي بتعتمد بشكل اساسي فقط على اسم المحترف، ولكن بتعتمد في المقام الاول على الاداء داخل الملعب وفي التدريبات. اللاعب بيقول ان هو اكثر شيء احزنه بعد وصوله للقاهره هو علمه ان محمد ابو تريكه نجم الفريق وصانع العابه اعلن اعتزاله ومش هيكون بجواره في الموسم الجديد، وهو كان بيمني النفس باللعب بجوار محمد ابو تريكه، لكنه بيؤكد ان الاهلي غني بلاعيبته وبالمهارات وبالمواهب اللي عنده، وان شاء الله يكونوا قادرين على تعويض غياب ابو تريكه في الموسم والمواسم القادمه. نادي مصر المقاصه المفترض ان هو هيقابل فريق الجونه في اولى مباراتهم في الدوري يوم الخميس القادم، وكانت المباراه دي مكانها على ملعب استاد المقاصه في الفيوم، ولكن مديريه امن الفيوم رفضت تامين المباراه وتوصلوا الى حل وسط وهو نقل المباراه الى ملعب استاد الجونه ويحصل العكس في الدور الثاني. ووافق طارق يحيى المدير الفني للمقاصه على هذا الاستبدال، لكن المشكله اللي بتواجه المقاصه حاليا هو عدم وجود اي حجوزات طيران للسفر الى الغردقه الا مساء الاربع، يعني ان هم يسافروا مساء الاربع حوالي الساعه 10 او 11 بالليل، يوصلوا طبعا مع الساعات الاولى لليوم التالي، ودوت هيكون في ارهاق كبير جدا على اللعيبه، ولان الماتش هيكون الساعه طبعا 2 الظهر. وطارق يحيى بيفكر ان هو يتراجع عن فكره اللعب في الجونه والبحث عن ملعب بديل علشان يلعبوا في القاهره او اي محافظه اخرى قريبه من ملاعب القاهره، وتكون في موافقه امنيه بتامين المباراه، لان طارق يحيى بيؤكد ان مساله السفر مساء قبل المباراه باقل من 12 ساعه ده هيكون فيه عنصر سلبي كبير على لعيبته، وطبعا هيكون الارهاق نال من كل اللعيبه وهيكون ادائهم غير جيد في ضربه البدايه امام فريق الجونه. ايمن يونس عضو مجلس اداره نادي الزمالك والمشرف على فريق الكره وجد نفسه في ورطه كبيره امام مجلس الاداره بسبب حازم امام اللي قام بالتجديد مع النادي لمدة 3 مواسم جديدة، وحصل اللاعب على 300,000 جنيه كانوا مفترض ان هم يكونوا مقدم التعاقد، لكن اللاعب لم يوقع حتى الآن على إيصالات الاستلام المبلغ على اساس ان هي من مقدم العقد الجديد. واللاعب بيقول لايمن يونس ان ال 300,000 جنيه اللي حصل عليها هي من مستحقاته المتاخره لدى النادي، وان هو مش هيوقع على اي ايصالات او اي عقود جديده الا بعد استلام مقدم العقد الجديد. كان في امبارح جلسه لايمن يونس مع حازم امام عشان يقنعه بالتوقيع على ايصالات استلام مبلغ 300,000 جنيه على اساس ان هم مقدم التعاقد، لكن اللاعب صمم على موقفه وقال ان انا بمر بازمه كبيره جدا ماديه ومحتاج لكل فلوسي متاخره عند نادي الزمالك، و300,000 جنيه دول اعتبرتهم من المستحقات المتاخره، لان لسه في ايضا مبلغ مماثل ليه على الاقل كمستحقات للاعب لدى اداره نادي الزمالك. طبعا مجلس الاداره بيطالب ايمن يونس بانهاء هذه الازمه لان هو اللي تسبب فيها بمنح اللاعب المبلغ دون توقيعه على ايصالات استلام المبلغ باعتبارها مقدم العقد الجديد. امبارح كان في اجتماع مهم جدا للكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي مع جمال علام رئيس اتحاد الكره والدكتور كمال درويش بصفته رئيس لجنه الانديه وليس طبعا بصفته رئيس نادي الزمالك في مقر النادي الاهلي. حضروا كابتن محمود الخطيب نائب رئيس النادي الاهلي ووليد الكيلاني عضو مجلس اداره نادي الاسماعيلي وعضو لجنه الانديه. كان هدف الاجتماع هو طبعا إعادة النادي الأهلي إلى لجنة البث الفضائي وإقناع مسؤولين بتسويق مباراة الدوري بشكل جماعي والتراجع عن فكرة تسويق المباريات الخاصة بالنادي الأهلي بشكل فردي. طبعا الاجتماع لم يسفر عن أي نتائج حقيقية، خصوصا إن حسن حمدي أكد لكمال درويش ولجمال علام إن فائدة النادي الأهلي المادية هتكون أكبر بكثير وأضعاف أضعاف ما سيحصل عليه لو سوق مباراته بشكل فردي عن التسويق بشكل جماعي. لكن كمال درويش أكد لحسن حمدي ان النادي الاهلي سيحصل على النسبه الاكبر من عوائد البث الفضائي على اعتبار جماهيريته واعتبار عدد بطولاته وتاريخه الحافل مع الكره المصريه، وان هو قيمه وقوه شرائيه كبيره جدا للدوري المصري. طبعا حسن حمدي رفض ان هو يدي كمال درويش او جمال علام اي وعد صريح بعوده النادي الاهلي لتسويق مباراته بشكل جماعي، واكد لهم ان هو هينقل تفاصيل هذه الجلسه على مجلس اداره النادي خلال يومين على اقصى تقدير علشان يصدر قرار نهائي ورسمي من داخل المجلس بموقف الاهلي الاخير. لكن فريق عمل البرنامج تاكد بشكل لا يدع اي مجال للشك ان النادي الاهلي
سيرفض طلب اتحاد الكرة وأيضا لجنة الأندية بالعودة إلى لجنة البث، وسيصر على موقفه بتسويق مبارياته بشكل منفرد. في تقارير إنجليزية إعلامية أشارت إلى أن فريق ليفربول الإنجليزي بينتظر وصول محمد صلاح نجم الكرة المصرية وفريق بازل السويسري إلى سويسرا من جديد بعد انتهاء أجازة الجواز اللي حصل عليها من إدارة ناديه، وهو متواجد حاليا في القاهرة. طبعا إدارة نادي ليفربول دخلت في مفاوضات جادة مع نادي بازل السويسري ووكيل محمد صلاح علشان ينضم اللاعب إلى صفوف الفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. وعرض النادي الإنجليزي مبلغ 12 مليون جنيه استرليني بما يعادل تقريبا 130-140 مليون جنيه، وده مبلغ طبعا كويس جدا وسعر هايل لمحمد صلاح، وبنتمنى ليه كل توفيق وان هو ينضم لما هو افضل من نادي ليفربول الانجليزي، ونتمنى ان احنا نشوفه في اكبر الانديه الاوروبيه لان هو موهبه تستحق الظهور في كبرى الدوريات، وان شاء الله يكون ليه شأن كبير مع رحله الاحتراف، وده يعود طبعا بالنفع على الكره المصريه من خلال تواجده في المنتخب الوطني المصري. هنقول لحضراتكم بعض الاخبار السريعه بدون اي تفاصيل. نبدأ من عند وائل جمعة اللي بيؤكد ان انطلاق وانتظام مسابقة الدوري المصري سيعود بالنفع على المنتخب الوطني واعادته الى مكانته الطبيعية. كابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب بيوزع معاونيه على جميع فرق الدوري لمراقبة الجولة الاولى. رئيس النادي المصري يؤكد ان ليس لديه اي مخاوف امنية خلال مباراته الاولى امام الزمالك غدا. واخيرا اتجاه في لجنة البث الفضائي لتأجيل توقيع عقد بيع الدوري الممتاز مع التلفزيون لحين إشعار آخر. وبكده بنكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية أخبارنا لهذا اليوم. هنلقاكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد. تحياتي إلى اللقاء.